السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي رجالة، يوم جديد وحلقة جديدة. اللهم بارك اللهم بارك. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن قطف الزغاليل. يعني الزغاليل ماشية كويس يا وليد، والاهالي بتزقهم وتمام وزي الفل والله. وجيت اقطفه يومين ثلاثة كويس، وبعد كده قام متدعبل مني ومات. انا مش عارف بصراحة يا وليد امتى اقطف الزغلول، امتى اتاكد ان هو ياكل لوحده، امتى ما يوقعش مني الزغلول اول ما اقطفه من الاهالي. ان شاء الله رجالة في الحلقة ديت هنشرح كل الكلام ده. بس الميزه الاكتر بقى كمان، والميزه الكويسه من الفيديو ده، ان احنا هنشرح على الطبيعه. يعني هروح لك مثلا على قص معاهم زغاليل، هروح لك على قص تانيين معاهم زغاليل، هقول لك ازاي نقطفه، هقول لك ازاي لما نسيب الزغلول اطول مده ممكنه مفيش فيها مشكله، ما تخافش من الاهالي. الاهالي ما بيعملوش فيه حاجه، ما بيضربوش الزغلول. نادرا جدا جدا جدا، في حالات قليله قوي لما الزغاليل بتضرب، لما القصوص الكبيره تضرب الزغلول، في الحاله دي خلاص احنا اجباري بنشيله. اما ان شاء الله النهارده في الحلقه ديت هنشرح لك كل الكلام ده. بس يا ريت يا رجاله هستاذنكم قبل ما نتفرج على حلقه النهارده، اي حد بيشوفني لاول مره ما تنسانيش تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناه يا رجاله. يعني احنا اللهم بارك اللهم بارك وصلنا 900 مشترك في القناه الجديده، وده حاجه بسطاني جدا والله العظيم. انا عندي 900 مشترك دول بال100,000 مشترك اللي كانوا موجودين، يعني انا سعيد جدا بيهم يا شباب. يا ريت كلنا في التعليقات نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام يا رب. يا زيزو لميت كل حاجه خلاص، كله تمام. طيب ان شاء الله تعالى يا عم نصبح على ان شاء الله رجاله. النهارده حبيبي زيزو طبعا بقول لك جميل، اخبارك ايه يا عم؟ طبعا الناس بقى فاكر ايه اصلا. خلاص يلا عشان هحتاجك النهارده معايا، لان الفيديو ده يحتاج احنا الاثنين نصور سوا. تمام. بصوا يا شباب، خلينا كده نبقى متفقين على قاعده قبل ما نتكلم في حلقه النهارده، ان اليوم مع الاهالي ب3 ايام والزغلول لوحده. خلينا نتفق على قاعده ثانيه، ان الزغلول مشكلته كلها مناعته القليله. الزغلول يا شباب زيرو مناعه، علشان مناعته تزيد لازم يفك واحده واثنين، بعد كده خلاص ارميه بقى زي ما ترميه. يعني مثلا على سبيل المثال دول زغلولين صوافه اهو، خلاص يا باشا. انا ما ببصش عليهم، ما بشغلش بالي بيهم، بس انا خدت بالاسباب وعملت اللي عليا. ده حته اذا زي الرجاله هتطلع نتايه ما شاء الله، دماغها صغيره قوي، وده حته ثانيه. تمام. يعني هي لحد دلوقتي صيني سكري ماشي، هنشوفها بعد كده تعمل ايه. انا خلاص ما بشغلش بالي بيهم. وليد انا والله عندي بطوفهم بيقع مني، هقول لك والله تعمل ايه النهارده ان شاء الله في الحلقه دي. ولما نيجي نفتح كده وقت الجناح يا شباب نلاقي عليه 2 4 عليه 3 5 عليه 6. تمام. ومن قبل كده هو ما شاء الله عليه كويس. تمام اهو مرمي والله. انا يا شباب بص مازن هيروح بيهم فين، والحته برده في الخليليه دي هتطلع بنوته. تمام. عليها 2 4 5 6 برده نفس سنها. بص يعني شوف احمد هيروح، شوف كده خليكم معايا. زيزو هيروح بيهم في الزغاليل فين اهو. والله مرميين يا شباب في خمس النتي، والله بالله مرميين في خمس النتي. اقفل يا باشا الباب ولا بشغل بالي بيهم. بس في حاجه مهمه جدا انا باخدها في الحسبان، ان انا دايما عندي قاعده اساسيه، وهي ان انا لازم اسيب الزغلول يشبع من الاهالي. يعني ايه يشبع من الاهالي؟ يعني انا لو في فرصه يا شباب كده بالبلدي ان انا اسيب الزغلول مع الاهالي، بسيبه الرجاله. ما اجيش مثلا في العمر ده كده، ده زغلول مثلا سكروته تمام، في دبانه وهتتقفش دلوقتي، والدبانه اللي فيه لازم يتبدر يا شباب قبل ما يتقطعوا. ده زغلول مثلا رجاله سكروته، انا شفته النهارده هو بينقر ورا الاهالي. طب هل من المنطقي ان انا اخده خلاص بقى اقول بقى ده بينقر؟ لا، ده لسه صغير. بص يا شباب، بص تحت باطه كل ريش ازاي، شوف المنظر عامل ازاي، كله لسه لحمه وما ينفعش اشيله. طيب زغلول تاني مثلا اشقر لقيته النهارده بينقر مع الاهالي اهو، وكويس وبيجري ومش عارف ايه وبيتحرك. هل من المنطقي ان انا اخده؟ بص يا شباب، بص لسه الريش كله فيه دم ازاي ماشي، ما شاء الله. ده زغلول هيطلع مستواه كويس. امال امتى اخد الزغلول من مع الاهالي؟ لما احس خلاص بقى ان هو قفل الريش واكتمل وبقى تمام التمام وجاهز. ولو في فرصه اسيبه يومين ثلاثه كمان، سيبه يا عم. هتيجي دلوقتي ترد عليا وتقول لي طيب يا وليد، ما انا لو سبته بصراحه كده القص ما يبيضش. انا بشيله عشان القص هيبيض. اقول لك على مفاجاه، اقول لك على سر. الزغلول وهو موجود، يرحمكم الله زيزو، الزغلول وهو موجود مع الاهالي مالوش علاقه بالبيض. يعني ممكن القص يبيضوا معاهم الزغلول، الله يعني ما يعطلهمش عن البيض. وانا كنت فاكر كده، ايوه كنت فاكر غلط. الزغلول وجوده مع الاهالي ما يعطلش الاهالي ابدا عن البيض يا شباب. طيب انا بسيبه ليه؟ لان انا قلت لك في اول فيديو ان الزغلول زيرو مناعه، فبسيبه علشان مناعته ترتفع يوم ورا يوم مع الاهالي. بسيبه علشان يشوف ابوه وهو بينقر فينقر ورا ابوه. بسيبه علشان يشوف امه وهي بتتنقر فينقر وراها. بسيبه عشان يشوفهم وهو بيشربهم فيفهم يعني ايه ميه فيشرب.
ماشي. انا باخده في اضيق الحدود بقى لما خلاص الدنيا زنقت معايا ومش عارف ايه والقص باضوا وبداوا يضربوا فيه، فتعالى يا باشا بقى شيء. طب ما فيش هوريك حالات عندك زي كده؟ تعالوا نتفرج على حاله واثنين قدامكم كده. اقول لكم حاجه والله يا شباب، الحمل اللي بوريه لكم ده ان شاء الله دلوقتي يتقطف من بدري، يتقطف مثلا من 4-5 اسبوع كمان وياكل لوحده. تمام. تعالوا نسمي الله ونروح نتفرج على الحاجات ديت مع الحاج مازن. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده يا زوزو، هتصورني انت يا اسطى؟ ماشي يا عم، موافق. بتاعنا ومحمد بسم الله الرحمن الرحيم. هو مالك؟ تعالى بقى يا زوزو، خش عليا يا معلم كده. تمام. تمام. عشان انت قلت لي عايز اصورك لازم تديني استنى. اتفقنا يا شباب؟ تعالى كده مثلا نجيب الاول على القص اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده، والقص تانيين وتالتين والله هفرجك كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب، دول مثلا قص قطاطه نش، قص قطاطه نش، النتام حلاوي، والدكر قشر سمك غامق. والله يا شباب مطلعين ما شاء الله اللهم بارك زغلول صابون. طيب يا وليد، انا شايف الزغلول ده مقفل ومكتمل، ده ممكن كمان يعني من قبل كده بكتير اتقطف، وده اللي انا بقول لك عليه. ما هو امسك يا زيزو. الهدف من الحلقه ديت يا شباب ان انا خش عليا، مش عايزك تجيبني كل ايه. الهدف من الحلقه ديت ان انا احافظ على الزغلول ما يوقعش مني. ما هو انا ابقى سليم، قطفته يومين 3 كل دمع وقع مني، خسرت الزغلول. وخاصه كمان احنا في صيف. يعني ايه في صيف؟ يعني زغلول الصيف اصلا حزين وضعيف. تعالى نكمل الله كده ونتفرج على الزغلول ده. بصوا يا شباب، تعالى نرجع بقى للقاعده الاساسيه. لما اجي اقطف الزغلول اول حاجه انا امسكها بايدي كده واشوف. بصوا عامل ازاي يا شباب، زغلول كامل. لما اجي افتح جناحه كده، شايفين الزغلول اللي فات كان عامل ازاي؟ خش كده على ريشه مازن كده. ايوه، مقفل ولا مش مقفل يا عم مازن؟ مقفل ريش خالص اهو. في لحم باين؟ طب في دم باين؟ طيب الجناح التاني نفس الكلام يا شباب. طب انا في فرصه اسيبه مع الاهالي؟ اليوم مع الاهالي ب3 ايام لوحده يا شباب. بصوا ما شاء الله، هو واكل وكالف وتمام التمام. حتى كان في كمان جدرياء في دماغه هنا مازن وقعت اهي. يبقى انا بالطريقه ديت ان انا اسيب الزغلول اطول مده ممكنه مع الاهالي، انا كده بحافظ على الزغلول. الجدريايه نشفت. الجدريايه نشفت طبعا. حاله ثانيه كده يا شباب كده، زغلول قشر بندق اهو ما شاء الله. واحنا عارفين ان القشر بنادق مناعتها اصلا منيله بنيله، مناعتها مكعبله تمام، وطالع كمان غلبان وضعيف شويه. بص ما شاء الله هو واكل. وانا قبل والله ما اعمل الحلقه بالبزازه هي تشوف اوف 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 ملناش نصيب قبل اهو. بصوا يا شباب، كنت والله مشربه قبل ما ابدا الحلقه. طبعا بص طلع له جدريه بدات تنشف بس واكل وتعمل كمان. انا متاكد بالله العظيم انا لو شفت الزغلول ده مع الاهالي، لا الزغلول ده يقع مني ويموت. تمام. انت عايز منه ايه؟ اصل انا عايز القصه وليد يبيضوا، هيبيضوا. يعني القص لو عايزين يبيضوا ومعاهم الزغاليل هيبيضوا. ماشي؟ عايزك تسيب الزغلول اطول مده ممكنه مع الاهالي عشان مناعته ترتفع. وفي اليومين دهوت الحمام رجاله مش محتاج مضاد حيوي كتير. يعني الدنيا حر، الحمام مش مستحمل مضاد حيوي. انا لو قلت لك مثلا اكاد اكون ما عنديش اصلا مضاد حيوي في السلاله كلها هتقول عليها كداب. بظروفها والله نادرا لما بيبقى عندي فرد ولا حاجه تعبان بجيب له على قده. يعني اليومين دول عايزين املاح معدنيه، عايزين فيتامين، عايزين هي سيلينوم، عايزين رافع مناعه، عايزين فيتامين سي يا شباب المهم جدا في الايام الحر ديت. تعالوا بقى نسمي الله كده ونشوف مع بعض احنا لما بسيب الزغلول بقى حتى لو زغلول ضعيف وزغلول صيف تمام بقطفه ازاي. تعالوا كده، تعالى كده مثلا عليا كده. بص يا مازن، هذا حبيبي هات. انا بقطف ربنا يبارك فيكم يا رب ويرزقكم الخير كل زغلول على باب. يعني ده مثلا سكروته ضعيف، انا لو كنت قطفته وحطيته مع زغاليل تانية يقع مني. هو دلوقتي ما شاء الله ماشي احواله تمام التمام وديله متوسخ مش اشكال بس بياكل وبيشرب. ده زغلول تاني قبل ابيض والله رجاله قعدت عليه فجاه كده من غير اي مقدمات، قامت عدى عليه بس تمام التمام وبقى كويس. ده زغلول سكروته تاني قطفته برده وقفته في باب لوحده ضعيف وغلبان وحزين وما فرجهمش اصلا لحد لان لسه صحتهم مش قد كده. وهكذا بقى رجاله. الحمرا ديت المرقعه ديت كانت هتقع مني والله، دي تمام لوحدها وما شاء الله دلوقتي صحتها ردت وبقت تمام التمام. وانتهى عينها لدخر عندي تاني. يعني يا رب اللي انا عايز اقوله يكون وصل لك، يا رب اللي انا عايز افهمه لك تكون انت استوعبته. ماشي؟ حته ان الحمام هيبيض ما تقلقش، الحمام مش هيبيض.
او الحمام لو باض ما تقلقش لو في زغالين معاه. ربنا يكرمكم ويرزقكم الخير حبايبي رجاله. صباح الفل. دي كانت حلقه النهارده مع اطفي الزغالين. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معاكم يا شباب وليد عبد الرحمن، الحاج مازن طبعا وحبيب ابني، تمام، هو يعني كاميرا مان النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله حبيبي.